السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير 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 كتير. بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات. قلت بقى سكت وقلت اما انزل لكم بحاجة تقيلة. معانا فرختين مقطعاهم، طبعا غسلاهم ونقعاهم زي ما شفتوا في البداية ان انا كنت نقعاهم. هشطفهم مية النقع بتاعتهم واحطهم في المصفى كده تتصفى. مقطعاها قطع صغيرة عشان هشويها. تقطعيها بالطريقة اللي تحبيها، لو حابة تقطعيها زي ما بتقطعات يعني اللي هي الرباعة دي بتقطعيها عادي، بس هتفتحيها وهتغطيها بقى وهتنسيها وقت طويل على ما تستوي. لكن انا هنا مقطعاها قطع صغيرة عشان حابة الفراخ المشوية اللي هي ما تبقى القطع الصغيرة دي بتاخد من التتبيلة اسرع وبتستوي معاكي اسرع. تمام. هنا معايا البهارات بتاعتي، طبعا غسلت الفراخ وشطفتها من ميه النقع وسبتها تتصفى في المصفى لحد ما اجهز التتبيله بتاعتي. معايا هنا في التتبيله حطيت ملح، فلفل اسود، كمون، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، كركم، السبع بهارات، ورق لورا، بهارات فراخ. كل البهارات اللي عندك هتحطيها في البهارات في التتبيله دي، وكل نوع بهارات معاكي بيدي طعم مختلف. يعني انت لما تيجي تشوي فراخ لو ضفتي كل مرة نوع بهارات مختلف عن المرة اللي قبلها هيديكي تست حلو جدا. هنا حطيت البهارات اللي هي المطحونة، الكمون والفلفل الاسود والملح والثوم البودر والبصل البودر، 7 بهارات، بابريكا، كركم، اللورة. حطيت معلقتين دبس رمان ومعلقتين صويا صوص ومعلقتين خل، معلقة اللي هي الكبيرة، معلقتين من كل حاجة، ونص معلقة صغيرة سكر، وكوباية أو كوباية زبادي. أنا حطيت كوباية واحدة من اللي هي الزبادي البلدي. هقلبهم مع بعض كويس. يا رب ما كنتش نسيت حاجة من التتبيلة دي. هقلبهم مع بعض وهنزل بقطع الفراخ بتاعتي. هغلف كل قطعة بالتتبيلة بتاعتها، لازم كل قطعة أخليها كلها ما عادش حتة فيها ما فيش فيها تتبيلة زي ما هتشوفي معايا دلوقتي. نقلب كويس وبعدين هنزل بقطع الفراخ، اغطيها بقى كده. طبعا هشتغل بالمعلقة في البداية، مش هيعجبني الوضع، هشتغل بايدي على طول. هنا اهو كل قطعة بغلفها بالتتبيلة بتاعتها. هنتبل التتبيلة دي، ممكن تتبليها على بيات، يعني تكوني عارفة انك تاني يوم هتشوي الفراخ بالطريقة دي تتبليها على بيات. مثلا لو وقت غداكي متأخر، يعني بتتغدي في اليوم متأخر على المغرب كده او وقت متأخر، تبليها من بدري عشان تاخد طعم التوابل والبهارات، وتاخد من البهارات بتاعتها وتلاقيها كلها طعم كده وريحة، تحسي بطعم البهارات وتشمي ريحتها كده جميلة. هنا انا عملتها وبيتها، انا بيتها في التتبيلة بتاعتها دي في التلاجة. اعمل كل الكمية اللي معايا، اغلفها كويس بالتتبيلة بتاعتها واخلصها واغطيها بالاسترتش واحطها في التلاجة. وصلت لحد هنا ولسه ما حطيتش لايك، حط لايك واضغطي اشتراك. كملي الفيديو للنهاية، الطريقة بتاعتي هتعجبك ان شاء الله. طريقة سهلة وبسيطة جدا. بشوية بهارات هنشوي احلى فراخ، هيطلع معاكي احلى طعم. هنا انا خلصتها، هجيب الاسترتش بتاعي وهغطيها بالاسترتش وعينها في التلاجة لحد تاني يوم هجهز الفراخ بتاعتي للشوي.
احنا هنيجي تاني يوم على طول في نفس الفيديو، وهتروحي هنا ولا هنا. خليكي معايا كملي للنهاية. شوفي، مش قلتلك تاني يوم هيجي معانا بسرعة؟ يا دوب غمضي عينك بس هتفتحي هتلاقينا خلاص بقينا تاني يوم. هنا رصيت القطع الفراخ بتاعتي على الشبكة. وهنا بقى انا ما عملتش الكمية كلها، لان للأسف اللي كان المفروض هيبقوا معايا وهناكل يعني هناكل سوا الأكلة دي مش موجودين. هعمل على قدي، بس على قد انا وولادي يعني في البيت. طلعت دول وهعملهم. رصيتهم على الشبكة وتحتهم صينية عشان الصوص اللي بينزل كده ينزل في الصينية. ومعايا كوبايتين مية مغلية هنزلهم في الصينية. في الصينية ماليش دعوة بالفراخ نهائي، انا بنزل المية المغلية في الصينية. البخار اللي هيطلع من المية دي هي اللي هتسوي لي الفراخ. تمام. رصيت الفراخ بتاعتي على الشبكة، هقفل الشبكة كويس عليهم، ومولعة الفرن بتاعي. الفرن سخن، هدخل بالفراخ في الفرن اهو. غلفتهم الاول بالورق الفويل، غلفهم كويس عشان احبس البخار بتاعي جوه الفويل ده تستوى بسرعه. واهدي نار الفرن بتاعتي. انا كده دلوقتي الفراخ بتاعتي استوت اصلا. شوفي لونها بقى بجد تحفه. انا شلت الورق عشان ابدا بقى ادي لها لون. جميله والله العظيم. الريحه اقسم بالله ريحتها كانت جميله جدا، قلب الشقه والله. ريحه وطعم تحفه. جربيها بطريقتي دي هتعجبك قوي. اهم حاجه نار الفرن بتاعتك تكون هاديه، وتسيبيها ما تفضليش تفتحي عليها كل شويه. سيبيها تضغطي عليها بالورق الفويل. سيبيها بس البخار بتاعها هيسويها ويخليها معاكي زي الفل. كده هي خلاص معايا خلصت. اديها لون بس، هقلب الشبكه الناحيه التانية هتاخد اللون بتاعها وخلاص كده. جربوها وقولوا لي رايكم فيها. استوت معايا اهي. هوريكي هي قد ايه استوت. شوفي الجمال. لونها والله العظيم الكاميرا ظالمه اللون. لونها تحفه. تعالي اوريكي استوت ولا لا. شوفي. الف هنا على قلب اللي اكل. متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. واهلا وسهلا بكل المشتركين الجداد في قناتي. نورتوني. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله يا حبايبي. مع السلامه.